وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله فهو المهتد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى مشاهدي الأعزاء من قناة سلام الفضائية. أقدم لكم حلقة جديدة في برنامجكم في شرف العربية، والذي يتناول تاريخ اللغة العربية منذ العصور والدهور. وفي هذه الحلقة الجديدة دور الشعر العربي في الحفاظ على إسلامية الهوية الأفريقية. كما ذكرنا من قبل أن أفريقيا تعتبر قارة إسلامية بعدد مسلمين فيها، وانتشار اللغة العربية في كل بلدان إفريقيا أو معظم بلدان إفريقيا التي فيها عدد المسلمين أكثر أو الغالبية. وهو الجزء الثاني. ومع ما بلغه الشعر العربي من نضج لدى الأفارقة، فإن الاهتمام بهذا التراث الغالي ظل قليلا. عدم وجود مساعدة من الدول العربية والمؤسسات التي تهتم باللغة العربية. وفي ذلك يقول أحد الباحثين في الشعر العربي الإفريقي ما نفسه يعد خلو تاريخ الأدب العربي من إسهامات الأدباء الأفارقة ثغرة كبيرة. سنذكر هناك نتاج أدبي من الشعر العربي الفصيح في القارة الإفريقية لم يجد اهتماما من قبل الدول العربية أو المؤسسات التي تهتم باللغة العربية والأدب العربي، إذ فقد بذلك جزءا قاليا من مكتسباته الثمينة. والذي يؤرخ لهذا الأدب لا يستطيع أن يقدم تاريخا شاملا ومتكاملا به، يعني ليس هنالك تدوين للشعر العربي الفصيح في إفريقيا يغطي المساحة الجغرافية التي غطاها بالفعل عبر التاريخ، خاصة إذا علمنا أن العرض الطبيعي لتاريخ الأدب العربي لا يتوقف عند ذكر انتشاره في ربوع الجزيرة العربية أو الشام وما جاورها من منطقة الشام ومصر والأندلس والمغرب العربي. والمتتبع لخريطة انتشار الإسلام يلاحظ انتشارا موازيا ومساويا للأدب العربي عبر هذه الخريطة. ويلاحظ كذلك أن الإسلام حمل معه إلى جانب علومه ومعارفه الخاصة به أدبا عربيا صرفا، يتمثل في جملة من النصوص الشعرية والنثرية التي أصبحت من لوازم حذق اللغة العربية ووسائل التوسع في فهم القرآن الكريم وتذوق بلاغته السامية. وقد تلقت الأمة الإسلامية مع العلوم الشرعية علوم اللغة العربية والأدب العربي على اختلاف بيئاتها وثقافاتها، فنشأ نوع من التكوين العلمي والأدبي لديهم زائد عن الضروري من الدين، يعني كانوا يهتمون بالأمور الدينية مع اهتمامهم باللغة العربية نحوا وصرفا وأدبا. فمما نسميه أدبا إسلاميا بحكم كونه نتاجا للتفقه في الدين وأثرا من آثار طلب العلم الذي فرضه الله على المسلمين. والذي نريد الوصول إليه هنا في هذه الحلقات هو أن إغفال الأدب الإفريقي من حيث التاريخ والتدوين والتحقيق والنشر أدى إلى تقليص المساحة التاريخية والجغرافية التي غطاها الأدب العربي بالفعل في أثناء مرافقته انتشار الإسلام. فمن الثابت أن انتشار هذا الدين
في أرجاء المعمورة رافقه انتشار موازن له في رقعة الأدب العربي، واتساع في أطرافه وتنوع في توجهاته، فكان للمسلمين أينما كانوا ومهما اختلفت حضاراتهم وثقافاتهم تراث علمي أدبي ناتج عن كونهم مسلمين. ولا يعقل أن يعدم الأدب العربي في إفريقيا مناخا طيبا ينمو فيه ويتطور، خصوصا أن الأفارقة نالوا من التفقه في الدين وحفظ لغة القرآن حظا وافرا. تجد الآن في إفريقيا أو في بلاد إفريقيا هنالك اهتمام كبير باللغة العربية وبالعلوم الدينية وحفظ القرآن الكريم، وتلقوا من معارف الوحي قدرا كافيا، فنتج عن هذا وذاك ثقافة إسلامية في مضمونها، عربية في وعائها اللغوي والأسلوبي، إفريقية في ملامحها البيئية. وهذا النتاج كما ذكرنا لم يجد اهتماما كبيرا من قبل رعاة اللغة العربية في العالم العربي أو العالم الإسلامي. ومع ما يقال عادة عن هذا التراث من أنه تعرض للضياع وذلك بمؤامرة من الاستعمار أو الاحتلالات التي احتلت هذه الدول الإفريقية، حيث أضاعت هذا التراث العربي حتى لا يكون هنالك مرجع من المراجع واهتمام الجيل باللغة العربية، ولذلك نجد ضياع مخططات أو مخطوطات، بل إن العطاء العلمي والأدبي ظل متواصلا في إفريقيا على مدار القرون. ويوجد في مركز تومبوكتو وفي مالي على سبيل المثال الكثير من المخطوطات التي تمثل بداية طيبة لإحياء التراث العلمي والأدبي. فاللغة العربية شرفت في إفريقيا واهتم بها الأفارقة من العلماء والأدباء، وكانت هنالك تدوينات ومدونات وكتب ومخطوطات بالاهتمام بلغة القرآن الكريم. كما يوجد من بين المقتنيات الثمينة التي تحتفظ بها الأسر العلمية العريقة في إفريقيا الشيء الكثير من هذا التراث العلمي الخالد. ويحفل القرب الإفريقي بالعدد من المؤلفات القيمة التي ما زالت مغمورة لم ترى النور، ومنها آثار علمية لا تقل روعة عما تركه علماء نيجيريا وأدباؤها. بل يمكن القول بأن ما من بين تلك الآثار العلمية والأدبية ما يختلف عن الروائع التي خلفها علماء نيجيريا وأدباؤها من حيث الكم والنوع. نقول ذلك ونحن ندرك أن لكل منطقة إفريقية خصائصها الجغرافية والتاريخية والثقافية التي تجعل الاختلاف بينها وبين غيرها من مناطق القارة واقعا لا يمكن إنكاره. ولعل الاهتمام بهذا نلاحظه لدى الباحثين العرب بعلماء نيجيريا ومؤلفاتهم والتنويه الذي يبرز من خلال أبحاثهم الخاصة بالحركة العلمية والأدبية في هذا البلد الإفريقي ناتج دون شك عن عدم اطلاعهم على القدر الكافي من الروائع الإفريقية الأخرى التي بقيت غير منشورة ولا متداولة. ونحن نعتقد جازمين أن عموم الشعر العربي النيجيري مع تسليمنا بجودته لا يمثل عموم الشعر العربي الإفريقي كله، فهناك خصائص فنية تطبع الشعر في نيجيريا تختلف عن الخصائص التي تطبعه في غيرها من مناطق الغرب الإفريقي أو شرق أفريقيا. والسبب واضح في اختلاف البيئات الطبيعية منها والثقافية والظروف التاريخية التي مرت
بها كل منطقة إفريقية. ويمكن القول بأن غينيا والسنغال ومالي تعد مثلثا ذهبيا في إفريقيا. هذه المناطق أو هذه الدول انتشر فيها عدد المسلمين وكان كثيرا، وانتشرت اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم. يستطيع الباحث الجاد أن يجد فيه كنوزا من روائع الشعر العربي تختلف من حيث الكم والنوع عن روائع الشعر العربي في نيجيريا وتشاد مثلا، ويجد فيها من الخصائص الأسلوبية ما لا يجده في تلك الدول. ولا شك أن رحلة الشعر العربي من الجزيرة العربية إلى ربوع الشام ومصر ثم الأندلس والسودان أكسبته خصائص لم تكن متوفرة فيه في بيئة الصحراوية، فلقد تشبع بالكثير من صور التعبير وأساليب البناء وضروب الأخيلة، فتوسعت آفاقه وتعددت ألوانه ورقت حواشيه وتهذبت آلياته نتيجة لثراء البيئة الطبيعية التي استقر فيها الشعراء وتنوعها. والمتتبع لخريطة الشعر الإفريقي العربي يجد نوعا من التفاوت بين اتجاهاته ومساراته، ويجد في هذه الاتجاهات والمسارات أجواء شعرية مختلفة وصورا تعبيرية متباينة. ومن المفيد أن تتضافر الجهود المخلصة في مجال جمع التراث العربي الإفريقي من مصادره المختلفة، ويتوسع مجاله لتتناول مناطق إفريقية أخرى. فحصر الدراسة على نماذج محدودة من النتاج الأدبي في إفريقيا اجتزاء لا مسوق له، أي أن يكون هنالك اهتمام باللغة العربية وخاصة الأدب والشعر العربي في كل بلاد إفريقيا، ولا ترجى منه فائدة كبيرة. ونستطيع تأكيد أن الباحثين سيعثرون في مناطق إفريقية أخرى على كنوز من الأدب العربي الرائع تشبع فضولهم العلمي. والآن مع نماذج من الشعر العربي أو من روائع الشعر العربي الإسلامي الإفريقي. يقول أولا في دولة نيجيريا، يقول العلامة عبد الله بن فودي في أخيه العلامة الداعية عثمان بن فودي. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى أهلا وسهلا بكم بعد فاصل قصير، ثم نواصل ما انقطع من الحديث. وتوقفنا في روائع الشعر أو نماذج من روائع الشعر العربي الإسلامي، وتطرقنا إلى دولة نيجيريا، وهنالك نموذج للعلامة عبد الله بن فودي في أخيه العلامة الداعي عثمان بن فوديا هذا العالم الجهبذ. فقال فيه هذا الشعر الجميل. يقول الشاعر: عثمان من قد جاءنا في ظلمة فأزاح عنا كل أسود دجدجا، ودعا إلى دين الإله ولم يخف في ذاك لومة لائم أو فجفجا، فانسات خلق حين صات لصوته وعلى له سيت فويق الأبرج، كم سنة أحييتها وضلالة أخمدتها جمرا ذكى بتأجج، وضللت في أرض عوائدها عدت وتخالفت سنن النبي الأبهج، فاستنسرت
بغثانها وتنمرت جذرانها ترمي بنسل سلمجي. هذا الشعر الجميل والشعر الفسيح وفيه مفردات قوية يقوله الشاعر عبد الله بن فودي الإفريقي الذي تشبع بالثقافة العربية وعرف بالأدب العربي، وقال هذه القصيدة الجميلة في أخيه عثمان الذي كما ذكر جاءهم داعية إلى الله سبحانه وتعالى فأخرجهم من الظلمات إلى النور، أو أزاح عنهم كل أسودة دجدج. الدجدج معناها ليل داج، ليل مظلم ودعا إلى دين الإله ولم يخف في ذلك لومة لائم أو فجفج. فجفج معناها إنسان فاجر، إنسان فاجر. وأما النموذج الثاني من دولة قينيا كونوكاري، فهذه الدولة كذلك فيها الشعر العربي كثير. يقول الشاعر الكبير محمد كاسو جابي في إحدى تضرعاته الرائعة ويقول: ولكم دعوتك باسم ذاتك مؤمنا أدعوك مقرا بالوجود المشرف، بسواك لم أهتف فواصل بالرضا عبدا بغير إلهه لم يهتف، أدعوك محتسبا إليك فقابلا بقبول إنشاء الملح الملحف، ولأنت أرحم من عواطف والد حان ووالدة على ولد حفي، فارحم ولا ترحم عبيدك فضل ما يرجوه من كرم لديك مشرف، كم من أياد حرة أثبتها حظا فلم أحرم ولم أتكلف، وعزيمة عقدت عليك نويتها سلفا فلم أحفل بها بل لم أفي، ووصلت فضلا منك حبل هدايتي بمحمد من نوره لم يخسف، وبرحمة أنزلتها قدسية دلت عليك وحدها لم يعرف، وبآية نزلت عليه وحكمة سيقت إليه وشمسها لم تكسف. هكذا يتضرع لله سبحانه وتعالى ويتذلل ويطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى، وقد جاء بعبارات ومفردات جميلة على حسب نظم الشعر العربي الجميل، والتزم بالقافية والتزم بالنمط الشعر القديم الذي كان في العصر الجاهلي. وأما قول الشاعر الفوتي البليغ عثمان وهو يفتخر بشعره ويمتدح أحد أعلام الأدب والشعر في طوبى، ويقول الشاعر: ولعبت في شعري بمدح محمد والعرب تلعب بالكلام وتفخر، وقصيدتي لما انتهت شبهتها بالبكر إذ هي كالآنسة تبهر، عربية أولدتها من فكرتي والفكر تنتج منه بكر تمهر، بكر يفوق جمالها شمس الضحى عذراء من كل العذار أقير، غارت على ألا يقول كمثلها أحد من الشعراء إذ أنا أشعر، والشعر ملكني الإله زمامه مهما أشأ تفعيله يتيسر، وإذا امتدحتك يا محمد لم أقل إلا الذي قلم الإرادة يسطر، سبقت لك الحسنى فجئت محمدا عند الظهور فأي أحد ينكر، ومهذبا أخلاقه ومطهرا من كل أسباب المذمة تنفري، وطهارة الأخلاق من تقديره سبحانه ليست بما تتخير، قد انتهت رأياتي فليروها في سائر الدنيا الرواة السمر، كاف تفخم بعدها واو
كذا صاد بفتح عن سمايا يعبر. وأنا ابن سيد محمد عثمان ثاني اسمي، ثم اللقب لي يتبربر، شرفا له ولنا بذكر خصاله، تاريخ إتمام بذلك يزهر. هذه القصيدة يقولها في نفسه أو في عثمان، في محمد صلى الله عليه وسلم، يفتخر بالنبي نبي الزمان. وقال أتحفتها أو هذه القصيدة يقول أتحفتها لبني الزمان وغيرهم ممن سيوجد أسود أو أصفر. وكذلك يذكر أنه هو من البربر، وأنا ابن سيد محمد عثمان ثاني اسمي، ثم اللقب لي يتبربر، أي من قبيلة البربر في شمال إفريقيا. ثالثا دولة النيجر، نذكر قول الشاعر أحمد محمد شفيع وهو يتكلم عن الشعر، يقول الشعر ينساب في فخر وفي جزل، كعين ماء فرات جاء من جبل، فندوة الفكر قد أحيت مشاعرنا، وحققت جانبا من أعمق الأمل، قد حققت ملتقى يرمي لوحدتنا، ويبعث الماضي عريق المجد والمثل، فندوة الفكر جزء من تحركنا نحو استعادة ما قد كان يجمعنا، ثقافة ركز الإسلام بنيتها، فأصبحت مشعلا يهدي حضارتنا، وأنقذت من ظلام الجهل أمتنا، ومثلت محورا صلبا لوحدتنا. إن اللقاء هنا في ساي، يعني هذا اللقاء كان لقاء العلماء والشعراء في مدينة ساي، أسعدني، فهو التحدي لما عشناه من محن، عشنا التفرق والجهل الكبير بما يحويه تاريخنا في سالف الزمن. إخوة أسس الإسلام منشأها، فكونت مرجعا يقضي على الإحن، هذه مهمتكم قوموا بواجبها، واستعذبوا في طريق المر والمحن. هكذا هذه القصائد نماذج من الشعر العربي الإفريقي، ونجد فيه الجزالة، ونجد فيه المتانة، ونجد فيه حسن الكلام وطلاوة اللسان، وهكذا. وهذا يدل على أن اللغة العربية انتشرت مع انتشار الإسلام في العالم، ونحن نتطرق الآن إلى قارة كبيرة وهي قارة إفريقيا التي انتشر فيها الإسلام، ثم بعد ذلك انتشرت اللغة العربية بانتشار الإسلام في إفريقيا. والآن دفاع الشعر العربي الإفريقي عن الهوية الإفريقية الأصيلة. هذا الشعر العربي كان يدافع عن الهوية الإفريقية الأصيلة، وهي العربية والإسلامية. إذا كانت اللغة العربية بهذه القوة كما رأينا، والمقدرة العلمية والمنزلة السامية، فلا غرابة أن تكون مستهدفة من أعدائها. ويعلم المشتغلون بدراسة التاريخ المعاصر والمتابعون لمسيرة الاستعمار وسياساته أن الهجوم على هذه اللغة المباركة الشريفة والتهوين من شأنها، والسخرية من المشتغلين بها، والتهكم بها في وسائل الإعلام والقصص والروايات والمسرحيات، هي سياسة مرسومة وحملات مدبرة من قبل الاحتلال النصراني لهذه الدول الغربي، النصراني الغربي لهذه الدول الإسلامية، وإبعادهم عن إسلامهم بإضعاف اللغة العربية والأدب العربي حتى لا يستطيعون أن يفهموا الدين الإسلامي. لذلك إن الحديث عن الهوية بالنسبة لإفريقيا خصوصا، وهي توضع في سياق المستقبل والتحديات،
ينبغي أن يراعى المقومات الطبيعية والبشرية وحال المجتمع الذي نشأ في ظل هذه المقومات وما له من خصوصيات، وأن يراعى كذلك إثارة التغييرات الحضارية والثقافية التي عرفها على امتداد تاريخه، انطلاقا مما تعرض له في مرحلة ما قبل الإسلام على ما يكتنفه من غموض واضطراب إلى التحول الكبير الذي أتيح له فيما بعد. هكذا نرى هذه اللغة العربية التي انتشرت في إفريقيا وكانت لها مكانة كبيرة، جاء الاستعمار لإضعافها ولكي يبعد المسلمين عن دينهم أو عن فهم دينهم فهما صحيحا، ونشر واهتم باللغات العامية ولغة الأم حتى ناس يهتموا بذلك ويتركوا اللغة العربية. وكان الشعر في إفريقيا أهم ما يعتمد عليه العلماء والمتعلمون في المؤسسات العلمية، لذلك على العالم يجب أن يهتم بالأدب العربي مع تخصصه في العلوم الإسلامية والعلوم الشرعية. إلى لقاء آخر في حلقة جديدة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربي